ورحمة الله وبركاته من جديد. اخواتي، اخوكم عصام. هنا احنا بنشرح لأول مرة لعبة داون اوف تايتنز، لقاء الجبابرة. اللعبة ديت سهلة وبسيطة جدا، بس هي عشان مجالها واسع شوية اغلب الناس مش فاهمة حاجات فيها. خلينا في الأول نتفق إن أي لعبة حربية محتاجة إن تكون فاهم إن الألعاب ديت عبارة عن ذهب وزرع وطاقة أو حجارة أو أي سبب بيخليك تقدر تهجم. شرح بسرعة كده سريع. هتلاقي هنا قدامك دوت الأرض اللي هي بتطلع منها الذهب، قدام منها على طول الأرض اللي بتطلع منها زرع. بقية المباني كلها، كل مبنى فيه بيطلع لك جندي او اي شيء. يعني على سبيل المثال المبنى ده بيطلع الجنود اللي بتحدف قنابل، المبنى ده بيطلع الجنود اللي هي راكبة فوق الفهود. المبنى الصغير دوت المستشفى اللي هي بتعالج الجنود بعد الحرب. هنروح ورا هنا المبنى دوت اللي هو بتاع الجبابرة، اللي بيكون فيه الجبابرة بتاعتك. المبنى اللي ورا ده مبنى الحجارة او الطاقة اللي انت من خلالها بتقدر تهجم بيه. الحامية ديت الابراج بتاعتك اللي انت بتحمي بيها المدينة. هترجع هنا هتبص تلاقي الاربع مخازن اللي ورا بعض، دول المخازن ديت اللي اثناء الهجوم عليك بتقدر تخبي فيها جزء من الموارد بتاعتك. اما الست مخازن دول بيكون فيهم الذهب والطعام بتاعك. زي ما احنا شايفين الموضوع كله سهل وبسيط. هنا السكنة وديت اللي بتطلع منها الجنود، وهنا مصنع التعويذات وده اللي بتطلع منه السحر. هنا المعبد وده اللي انت بتشتري منه اي حاجة بفلوسك بالجواهر، يعني اذا معاك فيزا او حاجة زي كده. معسكر الجيش ده اللي انت بتجمع فيه الجنود. يعني على سبيل المثال لو احنا دوسنا على السكنة هنا بنروح ندرب شوية جنود زي ما احنا شايفين كده. وطبعا الجنود بتطلع اوتوماتيك بتخش على المعسكر هنا. البرج السري دوت اللي هو عامل زي المعمل اللي بتطور فيه كل التعويذات السحرية بتاعتك. وهنا هتلاقي الترسانة اللي برضه بتطور فيها كل جنودك. تمام. طبعا هنا ده معسكر التحالف. انت هنا بتطلب التعزيزات تجيلك من اصدقائك في التحالف على اساس ان انت تعرف تهجم او تدافع كده يعني. وبكده نكون خلصنا الشرح سريع ومفصل للعبة. اتمنى منكم اذا عجبكم الفيديو تتابعوني، وانا اي حاجة انتم محتاجين تعرفوها عن اللعبة دي او اي لعبة تانية غيرها بس اكتبولي في تعليق اسم اللعبة وانا اعمل لكم فيديو لشرح اللعبة المفصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم عصام.